بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. الأخوة والأخوات يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الثورة والجمهورية والوحدة، وأهنئكم في هذا اليوم المجيد بالذكرى 63 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة، التي فجر شرارتها كوكبة من المناضلين الآباء الثوار الأحرار الذين تقدموا الصفوف وأشعلوها باسم الشعب ثورة عاتية ضد الاستبداد والطغيان والظلم، واقتلعوا من خلالها أعتى نظام إمامي كهنوتي متخلف جثم على سطور شعبنا لعقود من الزمن، نال خلالها شعبنا شتى صنوف الفقر والجهل والتخلف، ومورست بحقه أبشع ممارسات الظلم والقهر والطغيان. وفي ظل انتصار الثورة الخالدة انطلق مسار الشعب نحو حياة جديدة وعهد جديد لتحقيق تطلعاته في التحرر والبناء والنهوض، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمكن من استعادة دوره ومكانته والسعي لترجمة أهدافه في حياة أفضل ومستقبل مزدهر لأجياله. وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية نتذكر بإجلال وتقدير تضحيات الشهداء الأبرار والمناضلين الأوفياء، وفي مقدمتهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، ورفيق دربه الشهيد عارف عوض الزوكا، وكل رفاقهم من شهداء ثورة 2 ديسمبر، والتي هي بمبادئها وشهدائها الأبرار امتداد تاريخي للثورة اليمنية، بمبادئها وشهدائها الذين قدموا دماءهم ونضالهم من أجل أن تنتصر راية الثورة والجمهورية، وأن يتبوأ وطننا مكانته المرموقة بين الأمم. فلهم جميعا الرحمة والمجد والخلود، ولن ينساهم شعبنا أبدا. وسنواصل السير على نفس الدرب الذي ساروا عليه، وعلى ذات المبادئ التي انتصروا لها ودافعوا عنها وضحوا في سبيلها. الأخوة والأخوات، يأتي احتفالنا هذا العام بثورتنا المباركة 26 من سبتمبر و14 من أكتوبر مقترنا بتحديات كبيرة يعيشها شعبنا بعد أن تمكنت وفي غفلة من الزمن، ونتيجة للصراعات التي عاشها الوطن بين قواه السياسية والوطنية، تلك الميليشيات الكهنوتية الحوثية من أحفاد الإمامة وبقاياها من اختطاف جزء من الوطن، وحيث تجثم على سطور أبناء شعبنا هناك لتمارس بحقه ذات الممارسات القمعية العدوانية السلالية، وترتكب ضده أبشع أنواع الممارسات العنصرية والجرائم اللا إنسانية من قتل وتفجير للمنازل واعتقالات وتعذيب وتفقير وتخلف، والتي لم ينجو منها أحد بما فيهم الشباب والشيوخ وأبناء القبائل وحرائر اليمن. وحتى بات شعبنا جميعه هناك رهين العقلية المتسلطة وفكرها الجاهل ومعتقدها الفاسد المدعي بالحق الإلهي في الحكم والتسلط، واستأثرت بكل شيء لنفسها بعد أن أقصت كل الشرفاء من أبناء شعبنا وقواها السياسية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام الذي سيظل عصيا عليها مهما فعلت. ونؤكد يقينا ونبشر شعبنا بأن موعد الخلاص من تلك الميليشيات بات قريبا وقريب جدا، فشعبنا الذي ثار ضد أجدادها من الأئمة الظالمين سوف ينتصر مرة أخرى لنفسه ويتخلص من هذه الجماعة المعزولة ويستعيد حريته وكرامته. يا جماهير شعبنا الأبي، إن التحديات الكبيرة هي التي تصنع المواقف الكبيرة، وحان الوقت أن تصطف كل القوى الوطنية الحرة في معركة إنقاذ الوطن وتحريره واستعادة دولته ومؤسساتها من تلك الميليشيات التي تسببت في دمار الوطن وكلف وجودها الكثير والكثير من إمكانات الشعب ومقدراته. ولهذا نكرر دعوتنا بضرورة تبني الجميع ودون تردد لمشروع إنقاذ وطني يرفع عن كاهل شعبنا تلك المعاناة القاسية التي يعانيها حاليا، ويلم شتات الوطن المنقسم، ويكون أساسه الأهداف والقواسم المشتركة والتطلعات المشروعة في بناء وطن يتسع للجميع، انتصارا للثورة والجمهورية والوحدة الوطنية وللديمقراطية، ومن أجل أن ينعم وطننا بالأمن والاستقرار والسلام ويتمكن من أداء دوره الفاعل في إطار محيطه الإقليمي والدولي. فالوطن وكما كان دوما لن يتمكن من أداء ذلك الدور بمعزل عن أشقائه وأصدقائه الذين نوجه لهم التحية والشكر
وفي مقدمتكم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسلطنة عمان على وقوفهم المشرف إلى جانب شعبنا في أحلك الظروف والمنعطفات، مؤكدين بأن شعبنا لن ينسى لهم مواقفهم تلك، وسيكون دوما سندا وعونا لكل أشقائه وأمته. الأخوة والأخوات، مرة أخرى نجدد لكم العهد والوعد بأننا سنظل أوفياء لكل المبادئ وإلى جانب شعبنا في كل ما يحقق تطلعاته وأمانيه، وسنعمل مع الجميع في كل ما فيه خير ومصلحة وطننا العزيز مهما كانت التحديات صعبة، فالليل الطويل لا بد أن ينجلي وإن الغد موعده قريب. نجدد لكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، الذكرى 63